الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى. بداية نقرأ جميعا فاتحة الكتاب ترحما وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرحم الحاج عبد الباسط عوض. الفاتحة. ثانيا أشكر الدكتور محمد أبو هاشم ربنا يحفظه ويبارك فيه، وأشكر أستاذي الذي علمني كيف أؤدي، الأستاذ أنس حجازي الحلبي ابن حلب دمشق سوريا الشقيقة، وهو يقطن بمدينة القاهرة قاهرة المعز. أدين له بكل الفضل وأرحب به في بيته الثاني سعود. في طبعا مش هطول عليكم، 5 دقائق إن شاء الله عز وجل. خمس دقائق مع حضراتكم إن شاء الله عز وجل. أنا مجهز أنشودة في عبد الله إبراهيم عبد الباسط عوض الذي في هذه الليلة نحتفل بميلاده كما نحتفل بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر جديد يا عبد الله ينادي، عمر جديد يا عبد الله ينادي، بسعادة في مهجتي وفؤادي، قد جئت أشدوك البلابل فرحة في مجمع في ليلة الميلاد، عمر جديد يا عبد الله ينادي، بسعادة 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 في مهجتي وفؤادي، قد جئت أشدو كالبلابل فرحة في مجمع في ليلة الميلاد، وترى البهاء مغردا بعبيره في بيت عبد الباسط، في بيت عبد الباسط، في بيت عبد الباسط، بمنارة الإسعاد. إبراهيم 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 يسعى للسعادة دائما في بيته في بيته في بيته في سعودنا بإسعاد. عبد الله عبد الله عبد الله بدر، عبد الله بدر إذ ينير سماء
فرحنا بالأفراح والأعياد. عبد الله عريس البيت زاد فرحنا والخير هل والخير هل والخير هل في تقى وودادي. عبد الله قمر عبد الله قمر عبد الله قمر إذ ينير حياتنا في الأرض بالترحاب والإسعاد. أهلا وسهلا يا كرام بمولد، أهلا وسهلا يا كرام بمولد صبغ الحياة ببهجة الإسعاد. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا كرام بمولد صبغ الحياة ببهجة الإسعاد. حبي لكم في جمعكم يا سعدنا، حبي لكم في جمعكم يا سعدنا بمحبة ومودة بمحبة ومودة بمحبة ومودة بمحبة ومودة في ليلة الميلاد فأتيت أروي ما يدور بخاطري، فأتيت أروي ما يدور بخاطري وأقول فيكم أروع الإنشاد. يا رب بارك في عيدهم، يا رب بارك في عيدهم، يا رب بارك في عيدهم واحفظ لنا واحفظ لنا واحفظ لنا واحفظ لنا واحفظ لنا عبد الله من الحساد. يا رب بارك كل من جاءوا لهم، يا رب بارك كل من جاءوا لهم، يا رب بارك كل من جاءوا لهم بالخير واجمعهم بنور شادي. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله. يا نور عرش الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب كل القلوب كل القلوب
إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى عليه. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، هذا حبيب الله. هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مصر محفوظة والله من غير ما ندعي لها والله. ربنا يحفظنا احنا يا سيدي، ربنا يحفظنا احنا بحفظ الله لمصر للدعوة تبقى كده. اللهم احفظنا بحفظك لمصر. جاب لنا ناس وبعدنا ناس واحنا في النص، صح؟ قبلنا وبعدنا ونحن. مصر هي ولكن ربنا يحفظنا كما يحفظ مصر. اللهم احفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وبطن. ادعي لنفسك ربنا يحفظني كما حفظ مصر. محفوظة يوم القيامة بالقرآن والسنة طبعا. ودكتور محمد يعني سعدنا واستمتعنا بفاصل من الابتهالات والتواشيح الدينية من فضيلة مولانا الشيخ الدكتور أحمد خاطر، بارك الله فيه ومتعه الله عز وجل بالصحة والعافية والسعادة. روى الإمام أحمد في مسنده أن جارية سوداء على عهد جد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، هذه الجارية انتظرت ووقفت في إحدى غزوات رسول الله،
فلما عاد النبي من هذه الغزوة قالت يا رسول الله نظرت إن عدت سالما أن أضرب بالدف بين يدي. فقال لها النبي إن كنت قد نظرت فأوفي. هي نظرت، خد بالك، نظرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله. الإخوة المعترضين على مدح سيدنا النبي ضرب الدفوف ودق الطبول وما شابه ذلك، استمع. نظرت لله إن عاد رسول الله أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله، فأقرها النبي فضربت بالدف بين يدي النبي. ثم دخل سيدنا أبو بكر، ثم دخل سيدنا عمر، ثم دخل سيدنا علي، ثم دخل سيدنا عثمان، وهي تضرب بالدف بين يدي النبي العدنان. السادة الأكارم، الآن مع المنشد المبارك